مش كل حاجه هنقول. في اصحاب مصالح اتفضل يا دكتور. في اصحاب مصالح بالطبع. طبعا اصحاب مصالح من ايتام النظام السابق. ايتام النظام السابق مش هيسيبوا الدنيا كده. هي طبعا القصه لها عمق اعمق من مجرد انها سيناء او مجرد انها في مصر. احنا من سنه 49 لسنه 67 كنا مسؤولين عن قطاع غزه بموقف اتفاقيه الهدنه. مظبوط. اتفاقيه الهدنه الراجل احنا عملها عندنا واحد وعملها من اسرائيل واحد، لكن لان حكوماتنا بتتغير ولان احنا دايما شاعر الحي لا يكرم ولا يطرب، فاللي خد الراجل الوسيط خد فيها جائزه نوبل، والراجل بتاعنا اللي عملها ما خدش حاجه. اتفاقيه الهدنه بتاعت 49 من عناصر اتفاقيه اللي هو بانش، رالف بانش اللي كان مساعد سكرتير عام اللي حضر 67. اتفاقيه الهدنه ادتنا مسؤوليه عن سيناء لدرجه ان كان القضاء في سيناء منها الغزه. قضاء غزه كان قاضي غزه مثلا على سبيل المثال عصام الدين حسونه اللي بقى وزير عدل بعد كده في وقت من الاوقات. التعليم وانت فاكر طبعا ايام ما كان امتحان غزه بيبقى قبل امتحان الثانويه العامه المصري بيروح بدري وكده. وكان الرئيس عبد الناصر بحكمته سايب غزه منفذ لبعض السلع المستورده زي المنطقه الحره في بورسعيد وكده. مسؤوليتنا عن غزة مسؤولية تاريخية وقانونية وقبل كل حاجة مسؤولية ضمير. طب احنا لما جينا دخلنا في مسألة السلام وكده نظرنا لمسألة غزة ان هي جزء من حقوق الفلسطينيين، ده طبيعي. حصلت يعني مؤتمرات قمة عربية كتير لغاية ما وصل الملك حسين انه فض المسؤولية بتاعته عن الضفة الغربية عشان يقدر الفلسطينيين يبقى منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد في الأمم المتحدة. وضع غزة فضل وضع فيه ضبابية كتيرة جدا. احنا الحقيقة لابد نعترف ان احنا اللي مسؤولين عن ضياع غزة في 67 مفيش شك. احنا كدولة مصرية مؤمنين بهذا. احنا كدولة مصرية لا نألو جهدا في تحقيق المصالحة الفلسطينية، لكن بنحققها في حدود المتاح. اللي انا بحلم بيه اللي هي البريك ثرو، انه نخترق المساله اكبر من كده شويه، هي نفس اللي كان بين المانيا مثلا والنمسا لما كانت حتى عمله النمسا اللي هي الشيلن دي مرتبطه بالعمله الالمانيه الاتحاديه، ان المارك ب 8 شيلن، وان هي كل المسؤوليه عن حتى العمله بتاعتها والاقتصاد بتاعها كده. اصبح عندنا مشاكل كتير تتعلق بالامن القومي بمعناه العميق، نشأة عن حتى الدعم اللي بيوصل او المعونات اللي بتوصل لغزه، لدرجه انه مثلا على سبيل المثال هدي نموذج واحد بس، انه كتير قوي يحصل ازمات في ادويه في العريش لانها بتتسحب لغزه، مع ان المفروض احنا من الاول واحنا بننتج في مصانعنا نبقى عاملين حساب غزه وهكذا. اذا لا يستقيم النظر الى سيناء بدون فهم قضيه غزه فهم كويس، وبريك ثرو في غزه كويس، وندفع فيه الثمن كويس، ونتحمل شويه لان احنا كنا مسؤولين في وقت من الاوقات. اما ان نظل ننظر الى انها ارض غريبه وانها وانه والمنطق القانوني البحت ده يا استاذ منتصر هيخلينا ما نستوعبش الوعي الامني الكبير اللي الاستاذ عبد الرحيم نفسه من رواده اللي بيعرفنا حاجات كتير في حجم المشاكل الامنيه سواء في الحدود او سواء في مصر. فالوعي بالامن القومي بمفردات الامن القومي باحجام المشاكل اللي في الامن القومي يقتضي مننا ان احنا نبص لكل شيء يحدث في سيناء من منطق انه ده معبر فلسطين ومعبر الشرق ومعبر كده، دون ان ننظر الى اصل القضيه، وان احنا نقعد نبص في الحراره اللي ارتفعت وفي البثور والاحمرار والحاجات اللي حصلت دي كلها. هنقعد نكرر نفس الاسطوانه لمده طويله جدا، وخصوصا ان احنا مش بنقدم الحلول التي ينبغي ان تقدم من الشقيق الاكبر للشقيق الاصغر. يا دكتور ملحوظه صغيره جدا بسرعه جدا، عدد السكان اللي بيجوا من المكسيك لكاليفورنيا كل يوم أيوة. اكبر مشكله من غزه 100 مره، ولكنها قابله للحل وقابله للتعامل وتتعاطى مع الولايات المتحده الامريكيه بدون اي مشاكل. فالدنيا برضو ما بتقعش فوق راسنا في دقيقه. انا زرت المكسيك مش كل حاجه من الولايات بدون فيزا، مش كل حاجه الدنيا بتصرخ يعني حاجه سريعه، في حاجات نقبلها يعني. ده الفهم. ارجع لسطر واحد بس عشان انهي الموضوع. ده يتعلق بقى بنظرتنا لما يتم من تهريب سلاح او من تعامل سلاح او اتجار في سلاح. هي طبعا تهم مختلفه، لكن في نفس الوقت اللي انا صعبان عليا انه احيانا كتيره جدا
تقوم يقوم حاجه مدسوسه في الكشف كده، تقوم تبين كما لو ان الكشف ده فيه هزل. يعني مثلا حاجه زي جي بي اس اللي هو جهاز بيتحط في العربيه عشان الواحد يروح من مدينه نصر لغايه ليه يا دكتور ما يكتبوش يرموه في الشارع يا دكتور؟ يا سيدي ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه. احنا يعني لما يكون واحد يعني من الصعب ان انت تقول ان الراجل ده اللي عنده سرطان ومش قاصص ضفره، يعني دي حاجه يعني حضرتك دلوقتي احنا مبالغات في النهايه بتخلي ان مبالغات ايه؟ اللي هو الواحد اللي عنده السرطان بصواريخ وتقول لي مبالغات؟ هو عنده سرطان، ما احنا ايقنا بان عنده احنا ما انكرنا، احنا بنقول عنده سرطان تقولي وما قصش ضفره. طب وفيها ايه انه ما قصش ضفره فعلا في التشخيص ما قصش ضفره؟ اقول بما اننا نتحدث عن سيناء والبحر الاحمر، اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه بيتقدم مشيعي الجنازه العسكريه لشهيد الشرطه